اوفر النسبه ديت؟ لا. الموضوع اختلف معايا 180 درجه، ومع ان هو يوفر معايا في الغاز كده هيوفر معايا برضه في البنزين. معاك محمد رمضان. عربيتي بي واي دي. انا عارف معدل عربيتي في استهلاك البنزين. انا عربيتي عامه بنزين وغاز. عربيتي كانت بتمشي على التفويله بتاعتي من 130 كيلو ل 140 كيلو، طبعا بتختلف من عربيه لعربيه. لما ركبت الجهاز من حوالي شهرين، لا حسيت في شهر الفرق كبير جدا، يعني فرق من 140 كيلو ل 180 كيلو. فطبعا ده بالنسبه لي رقم رهيب ان انا اوفر النسبه ديت. لا. الموضوع اختلف معايا 180 درجه، ومع ان هو يوفر معايا في الغاز كده هيوفر معايا برضه في البنزين. مركب معايا عربيه لصاحبي، انا وهو كنا مركبين سوا في عربيه كده سراتو، اللي هي جراند سراتو. فضلت متابع معاه موضوع التوفير بتاعه. لا، التوفير بتاعه استهى بالنسبه المئويه في حوالي 18%، من 18 ل 22 طبعا على حسب الدوسه. لكن التوفير لا، انا حسيته انا مبهر بيه بصراحه، لان زي ما حضرتك شايف انا اساسا فني. فني بالممارسه، مش ان انا شغال في ورشه بس اقدر اعمل اي حاجه في العربيه بايدي. مش صنايعي بس فني، وطالع بشهر الدكتور في العربيات بسبب الفهم ان انا اقدر افكك العربيه دي كلها وارجع لك تاني. الموتور نفسه، الموتور نفسه حافظه من جوه زي اسم كده. شايفه حد يشوفه من بره، لكن انا شايفه من جوه. شايف الغرفه دي شغاله ازاي، هواء وبنزين وكهرباء ازاي. انا دلوقتي كحكم على الجهاز من اول ما ركبته فوق الممتاز. انتاج عالي جدا، قوي جدا. عربيه اداء في المشي، لا، اختلاف 180 درجه. ناس محترمه جدا صراحه كمعامله. ناس محترمه جدا، برغم ان انا ماليش سابق معامله او حد من صحابي ان هو ركب عندهم. انا جيت ركبت من جرين تيربو، تمام، الجهاز زي الفل، زي الفل. واتمنى ان هو اصلا يفضل بنفس الكفاءه بتاعته دي، وحتى لو ليه صيانه دوريه ولا ليه اي حاجه انا معاه، ولو في تطوير فيه كمان تطور كمان.